واحد جوج ديال الصحاب غادي يتجلاو في واحد الصحراء، والو الطريق ما بانتش، عياو يقلبوا واحد شويه وما يتعصبوا بجوج. الاخر تيقول له انت اللي جليتي هنا، الاخر لا دوز نوريك الطريق. الوقت اللي تعصبوا فيه كانوا يقلبوا فيه على الطريق، المهم صافي تلفوا واحد شويه، واحد فيهم كعاب مزيان هو يطلق لصاحبه بمزمنه. ما عليناش، هذاك خونا كمل في قلبه تما غادي لقى صاحبي هذا ماشي مشكل واخا ضربني. بقاو غاديين، هو لقى واحد العود طايح، هزو مشى للرمله وكتب فيه اليوم صاحبي ضربني. صافي كمل الطريق ديالو مع صاحبو، بقاو غاديين. باش عرفو تيكونو شي جوج مخاصمين، شي تيبقى منفخ على شي. المهم هو يجبن واحد الواحة، الواحة وخصنا نشربو. هبطو باش يشربو، هذاك اللي مسكين كلا الدقة يولي يطيح عاوتاني، ما عندو زهر مسكين. ما عليناش، صاحبو شاف فيه بقى فيه، قال حشومة صاحبي طاح وديجا ضربتو. مشى عمرلو بميها، جا شربو، طلب منو السماحة سمح لي راه قبيلة كنت كاعي. كملو طريقهم عاديين، واحد شوية داك اللي تضرب ويلقى واحد الحديدة، هزها ومشى للحجر وبدا تينقش كتب صاحبي شربني ميها باردة وعتقني. كملو طريقهم غاديين، واحد شوية داك خونا اللي تعصب دار فيه ديكات، تا كيفاش قبيلة صاحبي هاديك كاتبها في الرملة وهاديك كاتبها في الحجر، شنو هاد البلان هذا؟ قالو قبيلات هاديك كتبتها في الرملة، خاص ضروري تجي واحد النهار شي ريح وغتديها وغادي تنسى، اما هادي حاجة زوينة درتيها معايا غتبقى ديما في هاد الحجر وديما في بالي ما تنساش. الرسالة اللي بغينا نوصلو من هاد القصة إخواني أخواتي هو أن تيكون واحد الشخص تجمعك به واحد العلاقة زوينة، سواء تيكون من الأقارب، سواء صديق مقرب عزيز عليك، سواء مراتك ولا راجلك. بالنسبة للعيالات هاد العلاقة دي تتكون زوينة، واحد النهار تيخطأ معاك شي خطأ بسيط، فلهذا ما خصكش تحقد عليه اولا تحكر على هذاك الخطأ، ناسا ونسى باش يستمر الود. تحياتي.